بستغل البودكاست هذا بودكاست اهلا ان انا اقول للناس حاجات انا مش بعرف اقولها في الطبيعي او في العادي. فانا هنا النهارده مثلا في البودكاست الحلقه دي عايز اقول ان انا محتاج ارشح نفسي ان اخد نوبل في السلام. نوبل في جايزه نوبل للسلام زي كده انور السادات وناس جميله كده. ليه بقى؟ اوعى تفتكروا ان الحروب الشديدة او القاسية او الجبارة هي بس كانت ما بين الفرس والروم، او ما بين الاغريق والفرس، او ما بين انجلترا والمانيا في الحرب العالمية، او الحرب الباردة ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، او اي حروب تتخيلوها ما بين اي ما تجيش حاجة قدام الحرب الضروس اللي معروفة من قدم الأزل ما بين المنيا وأسيوط. عشان كده أنا جايب النهاردة واحد منياوي وواحد أسيوطي، وأعلن إن أنا اللي هعمل السلام ما بين البلدين دول. موافقين على الموضوع ده ولا مش؟ مفيش نية مين يشهد للعروس؟ انا قاعد وسط 2 قصايطة منتظرين يحصل سلام بس هو دايما المنيوية جبارين، خلي بالك. لا، والمشكلة انك لو عايز تعمل معاهدة سلام تجيبها في ارض محايدة. انا جايبك في اسيوط بقى ووسط 2 قصايطة واللي بيسجلوا من بره قصايطة. جدع ولا راجل؟ فامسحوا صوتي بقى يعني تقريبا ماتش الذهاب لسه في العودة في المنيا. انت لو راجل تطلع من هنا يعني مبدئيا. طيب انترو بعد كده نرجع نحكي. اهلا بيكم. اهلا جون. اهلا فام. اقول فام ولا مايكل؟ خليك في فام. ممكن مايكل الناس كتير ما تعرفوش. خليك. انا ما اعرفوش. ماشي. انا مبسوط. انا عايز ارحب بيكم، وعايز كمان يعني نعرف نفسنا للناس اللي بتسمعنا. انا بجيب اصحابي في الحلقات دي، وبصراحه الاصحاب دول فام وجون من اكتر ناس اللي يعني عدينا بحاجات كده، وحكينا في حاجات واحلام وطموحات كان نفسنا نشتغلها في الخدمه وفي الصداقه وفي حاجات كتير. فانا مبسوط ان انتم معايا، ومبسوط يا جون انك جاي مخصوص من المنيا لارض الاعداء. بس ما تخافش، احنا هنكون كرماء. في سلام هنا وفي امان، خلاص في سلام. ما تخافش. كان لسه وفيق رمزي بيقول لي انه في حرب اسمها حرب الورد او حرب الورود. واحد عمل قنبله فيها بس ما بتطلعش بارود وكده، ودي حاجه حقيقيه فعلا. مش عارف، مش فاكر، هو ما قاليش ما بين مين ومين يعني، بس رمى قنبله فطلعت ورد. يعني النتيجه كانت ان هم انت متفائل قوي. متفائل صح. وبالذات ان الموضوع اللي هنحكي فيه النهارده ما هواش قنبله ورد قوي يعني. في قنابل كتير مثيره للدموع. لكن في الاول عايز اتعرف بيكم، او مش انا نعرف الناس بيكم. فممكن نبتدي بجون، ترتيب الابجدي. قول لي عايز تعرف ايه وانا جون برسوم مبدئيا. هرد على طول اللي انت عايزه هقوله على طول. انا هعترف من اول قلم. عندك كام سنه؟ درست ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا اسمي جون برسوم. انا عندي دلوقتي 34 سنه. درست صيدله بمزاجي. يعني كنت اهلي كان نفسهم ان انا ادرس حاجه طبيه، وانا في نفس الوقت ماليش خالص في الكلام دوت. انا نفسي اشتغل في التريننج والحاجات دي، فاخترت ان انا ادرس صيدله. وبعد ما درست صيدله اشتغلت شويه في شركات ادويه، وتقريبا 8 أو 9 سنين. بعدين خلال الوقت دوت اشتغلت في التريننج مع هيئات تنمويه ومع جوجل ومع حاجات كده. وبعد كده نقلت الكلام ده كله خالص لانه انا بقيت بدرس كيمستري، وعندي اكاديمي ليها علاقه بالفن عموما. دولت اكتر حاجتين حاليا بعملهم يعني. متجوز، اعول طفلين. معايا طفلين، حد ناير عنده 6 سنين ونور عندها 2.5 سنين.
طيب ده بالاختصار الشديد مم. بس تمام. هنحكي في كل حاجه حصلت معاك في النص يعني، اكيد متعرف اكتر عليك. مايكل فام. طبعا انا في الاول عايز اقول اسمي يعني عشان في ناس بتحس ان لما بقول مايكل فانا مزور في البطاقه، ولما بقول فام لا، انا اسمي مايكل منير فام. فدي اكتر حاجه معروفه عني في موضوع فام ده. واتشهر يعني، وبابا ما زعلش يعني، مش كده؟ لا خالص. انا اول موقف حصل معايا في موضوع فام ده، اتصل بيا واحد صاحبي في البيت كان ما يعرفوش موضوع فام. فراح بابا رد، كان التليفون الارضي زمان، فبيقول له فام موجود. فهو حس ان التليفون جاي متاخر شويه يعني هو كان جده توفى يعني من كام سنه، فهو حس ان هو ده حد صاحبه بيسال عليه، بس صاحب هو جده، صاحب ابوه مثلا. فخلاص يعني. فبعد كده بداوا يعرفوا. كان بابا مبسوط جدا لانه اكتشفت حاجه كارثه كانت هتحصل في حياتي زمان، انه ان انا كانوا يسموني فام. فكنت فام منير فام، فكنت اعتقد فبابا يعني ضرب عصفور بحجر. فهو جات له على الطبطاب يعني. فالوحيد اللي تقريبا في العيله كلها من عيال عمامي وكل حاجه ان انا الفام الوحيد. فده بالنسبه لاسمي. لكن انا خلصت كليه حقوق وخدت دبلومه 2 سنين. وبعد كده اتجهت اتجاه بعيد خالص عن القانون. فاشتغلت في شركة 8 سنين سكيب دهانات. واعتقد انه كانوا من 8 سنين. لو عايز تدهن بيتك كلم مايكل فام عشان يعرف يظبطك. بس فقعدت 8 سنين من حياتي، بس كنت اكتر في المكتب، شغل اداري في خدمة عملاء وحسابات وحاجات زي كده. وده اعتقد ان كان ليه تأثير، ان هو ده ما كانش قوي مع شخصيتي. انا كنت بحب بره، بحب الناس، بحب اقعد. فبعد لما طلعت بحبش المكاتب خالص. فانا دلوقتي لو اقترحوا عليا اي حاجه للمكاتب مش هقدر ارجع تاني، لاني طلعت للسيلز، وده انا حسيت ان انا يعني بحبه. فاتجهت الى اليانز في التأمين. فبالنسبه لي حاسس انه انا مبسوط بالنقله دي في حته السيلز يعني. طلعت مواهب كتيره فيا كده ما كانش طالعه يعني. متزوج وتعول طبعا يا فهم. طبعا عندي باتريك اول وكل جوارحي. ماشي. عنده سنتين. عنده خلاص يوم 12/8 يكمل 2 سنين. ومتجوز من من غير بص وانا مغمض عينيا 6 سنين على طول. شاطر. جون برضو من كام؟ هم بيفضحوني عشان عارفين ان انا بطاطا في التواريخ. انا متجوز 1/5/2015، فانا داخل في 9 سنين. و1/5 ده عيد العمال مختاره علشان ما ننساش التاريخ. مناسبة قومية. معناك مدرس يعني ولا الهوى، بس الأرقام مضروبة يعني. أنا متفق مع مراتي، بقول لها أنا مش بفتكر أي مناسبات، فأنا حافظ مناسبتين: عيد ميلادك وعيد الجواز. بقى كل بقى المناسبات اللي في النص هي تقعد تلمح كده رايح جاي، اللي هو الفالنتاين اللي مش عارف اللي بتاع لا جون في أسئلة أصعب. اليوم اللي أنت جيت اتقدمت فيه ولا الهوى ما جيبش الكلام ده، ما بجيبوش، لا ما افتكرش. ربنا يكون في عونها. الحمد لله. عايز اقول انا اتعرفت على جون ازاي. يعني افتكر ان احنا اتقابلنا 2011، كان في مؤتمر كده في اعتقد في العبور. صح، انت فكرتني بالموضوع العبور ده. انا كنتش فاكر المؤتمر فين، بس ساعتها كان عندك فريق بتكونه وعملت حفلة. كان في الحتة بتاعت بنحب مصر وبارك بلادي والمؤتمرات الصلاة. كان في حتة نهضة كده في الوقت ده في 2010 2011، واعتقد برضه عشان الثورة وكده. فانت عملت فريق من كل الكنايس، صح؟ بالظبط. كان اسمه قلب مصر، وعملت حفلة. انا قالوا لي عليهم ناس من اسيوط، ولما قابلتك وانت حكيت لي وفرجتني حتى على الفيديو ساعتها، وابتديت نحكي في موضوع فرق ترانيم. فاكر؟ انا فاكر كويس. انا فاكر ده كان مؤتمر، انا كنت بخدم في اجتماع سنوي. ايوه. وانت كنت جاي ترنم معانا. انا فاكر حاجتين مهمين جدا في لقائي معاك في المؤتمر ده. الحاجة الأولى إنه قائد الاجتماع كان مبسوط منك جدا. فهو جه في مرة بيتكلم معانا كده، إحنا قادة يعني، قال لنا الأخ سمير ده حلو جدا، عايزين نجيبه كتير. فبنقول له ليه؟ احنا فاهمين بقى هيقول لانه مرنم صوته جميل، مستخدم، الرب مستخدمه. ما طلعش الموضوع كده. انت كنت صايم ساعتها فما كنتش بتاكل، فكان مبسوط انك بتوفر وجبات. فمن ساعتها وانت معروف ان انت بتوفر لنا وانا من ساعتها عايزين يجيبوك كتير. وانا من ساعتها ما بطلت اصوم اصلا. ما صمتش تاني.
الموقف التاني انا فاكر كويس وانت بتحكي عن الوقت اللي انت كنت بتبتدي فيه ربنا بيدعوك لفكره انك تكون فريق مختلف في اسيوط. وساعتها احنا قعدنا سهرنا بعد ما نيمنا الشباب، قعدنا سهرنا انا وانت. كنت صح. غالبا كنت انت اول واحد يشوف فيديو لحفله قلب مصر وقتها. ايوه صح. ده كان اول مره الفيديو دوت يبقى معايا ونتفرج عليه مع بعضينا. وانا فاكر انك اديتني سي دي وانا اول مره اشوف سي دي لا موضوع حلو والوانه حلوه ومكتوب فيها الالتوز والسوبرانوز والتينرز والبيسز وكده. ما كانش مشهور قوي دوت في الترانيم يعني. كنت الكلام دوت بتفرج عليه شويه وانا بتعلم مزيكا. في البدايه كان كل اللي بيعلمني ناس بسيطه متعلمه مزيكا بهدوء كده. اول ما ابتديت اتفرج بقى على مثلا رونك نولي ولا دون ماين، ايه ده الناس دي بتعمل حاجه غير اللي احنا بنعمله ملاش علاقه بينا. صح. وكنت عندي مشاعر طول الوقت انه المزيكا دي المعمولة ومبتكرة، فكرة ابتكار إلهي معمولة علشان نسبح بيها ربنا، إزاي العالم يبقى بيعملها أحسن من الكنيسة. صح. فكان الموضوع بالنسبة لي صادم جدا. فوقتها خدت قرار ان انا اذاكر شويه زياده. ما كانش ده مشهور عندنا في الصعيد، ما كانش عندنا حد بيعلم في الصعيد. والسفر بالنسبه لي انا الكلام دوت كنت في تانية كليه او تالتة كليه، فكان بالنسبه لنا السفر ده حاجه صعبه. فساعتها قررت اذاكر لوحدي واحاول اجتهد ان احنا نعمل حاجه مختلفه. وده كان هو اللي بالنسبه للناس يمكن عارف لما بيبقى في حاجه جديده كده الناس ممكن تحب تجربها. لقيت الناس كلها لما ابتديت اشارك كنايس من طوائف مختلفه الناس كلها بتتجرأ وتقول لي يلا بينا. وتعلمنا كلنا مع بعض يعني. كل الجروب اللي ابتدينا مع بعض كلنا اتعلمنا مع بعض. كل واحد دلوقتي بقى بيعمل حاجه كبيره حلوه لوحده يعني. اغلب الناس اللي كنا بنعزف كلهم دلوقتي مستخدمين، ربنا بيستخدمهم في فرق مصر كلها الجميله والكويسه قوي يعني. والمرنمين كل واحد مستخدم في مجاله. كان ربنا بيفتح لنا فرصه اننا نشوف بعض برضو. كانت المنيا بلد مقفله من حيث الطوائف وبعضيها يعني. احنا كنا مقفلين قوي على بعض، ما حدش يعرف حد. الوقت دوت ربنا فتحنا على بعضينا وعرفنا بعض كويس قوي. فكان وقت حلو خالص يعني. لا جميل. وانا ساعتها انت فعلا شجعتني ان انا ادوس في الحته دي يعني. انت من الناس اللي الهمتني في الموضوع ده. وانت عديت بعد كده. لا صدقني يعني. هي بنكمل بعض وبناخد من خبرات بعض وبنكمل يعني. اصوات اعتقد احد الحاجات اللي شجعتني لما انا فاكر القعده دي فعلا قد ايه طلعت منها متشجع وراجع عايز نبتدي بقى وكده يعني. ابتديت 2013 اصوات فريق اصوات ابتدى 2013. فالسنتين او السنه ونص اللي كان تفكير وتشجيع منك يعني. ربي يبارك. شكرا يا جون بجد. ربنا يبارك. وفاهم بقى فاهم يعني غرارا بموضوع الترنيم. كلام كبر قوي مره واحده. فاهم اصلا بيرنم تعرف كده او كان مسبح يعني جامد كبير. بس انا حسيت ان دي مش وزنتي الاساسيه فاتحركت في حاجه تانية. وبيلعب جيتار انت اكيد انا مش هينفع اصدق. ده كان بيظبط المايك بالعافيه، مش عارف يحطه بعيد ولا قريب. طب احكي عشان انا سبت المايك بقالي وقت. اوكي. فالتسجيل والحاجات دي انا بدات في الجيتار بس ده كان يعني ايه، كان زنقه يعني. ان ما كانش زمان كانش في حد بيعزف قوي. فتقريبا ما كانش حد بيقيم العزف بتاعي فخلاص. بس بامانه كان حافظ كوردات بامانه بتكلم جد. كان بيعزف عادي يعني. الناس ما كانتش تحس مشكله. او احنا يمكن زمان ما كناش بنحس قوي. تقريبا احنا كنا بسطه زمان. احنا كنا بسطه قوي. طب انا فاكر كويس قوي انا اتعلمت العزف ازاي. انا اتعلمت العزف على رصيف في الشارع. وخدني واحد كده من اللي بيعزفوا قال لي بص الماينور ده تحط كذا وكذا وكذا والميجر. ورحنا رايحين علية بتاعه صلاه. فاللي بيعزف معانا هيمشي. فكان عندنا كتيبات زمان ما كانش فيه باوربوينت. فكتيبات صغيره كده بنكتب فيها الترانيم اللي هنرنمها في العليه. قلت له قول لي اشهر 3 كوردات في كل ترنيمه. فكان يقول لي الترنيمه الفلانيه كورد كذا وكذا وكذا. انا كنت بحط الكورد واللي يرنم وانا بعيد الثلاثه هم انا بحط ده وجرب ده. فاهم برضه كان بيحط الحاجات الاساسيه. انا بحط الحاجات الاساسيه. وكنت بحب دايما اعزف في اجتماعات الصلاه. ليه ما حدش واخد باله كده مطفي النور فمحدش عارف السلم اللي انا نزلت عليه. بس المهم انه يعني يطفي النور يعني. ما انا المهم بالنسبه لي انه ودانك ما تتاذاش من اللي انت بتسمعه فخلاص يعني. كان كله مقضي يعني. كان ده في اجتماع ثانوي. كان في اجتماع ثانوي. انت خلصت ثانوي دخلت على طول على خدمه اجتماع الفتيان بمسمى القديم يعني. يعني خدت فظيع. فاهم في الحته دي يا جون. هو من ساعتها بيخدم في نفس الخدمه. من 2000 وكام؟ من 2006. بس يمكن طريقه ان انا اقرر ان انا اخدم ثانوي ما تهتش فيها في البدايه. لانه يعني انا قررت من وانا في ثانوي ان انا اخدم ثانوي. بس ما يعني قدرت اقول ده بعد ثالثه ثانوي. لان انا عرفت الرب من وانا في ثانيه رايح ثالثه.
فكانت عندي ال4 سنين اللي هو قبل ما اعرف رب كانوا اصعب 4 سنين. فلما عرفت رب كنت حاسس ان انا عندي حاجه عايز اقولها. دي كانت البدايه، لكن ما كانش عندي احلام فظيعه لثانوي، لكن جت مع الوقت. يعني بقى لما بدات ان انا اطبق او اشوف اللي انا كنت فيه طريقته شويه، يعني العدو طريقته متكرره، هي نفس الحته اللي بيوصلوا منها، نفس الكلمات اللي انا بسمعها. فبقيت ان انا حاسس ان انا كانت نفس مشاعري وانا في تانية ثانوي باللي هو جايب الاخر، حاسس ان انا عندي حاجه عايز اقولها له وعايز اقول له ان في نقله. فبدات معايا كده لغايه ما بدات بقى ان انا يبقى عندي الخبره مع بقى خلاص الحته الروحيه اللي انا بدات اكبر وانضج. فبقيت عندي الاثنين، فشويه كل سنه عن الثانيه. انا العجيب بالنسبه لي في قصتك طولة النفس. يعني احنا تعرفنا على بعض في حاجه تخص الثانوي، ما اعرفش تفتكر. تعرفنا على بعض في عربيه. لا كنا رايحين بني سويف غالبا، صح؟ كنا بنفكر ده يمكن برضو ده سنه 2010 مثلا، حاجات قديمه قديم قوي. كنا رايحين كان نفسنا كان قبل الثوره. هقول لك كان ايه اللي حاصل. كان في نقوم نبني ولا ايه؟ كان في مهرجان احمر واخضر. ايوه كان في جمعيه بتاع الكرنفال بتاع الشباب جمعيات. وقتها احنا كنا بنفكر كجمعيات نعمل كرنفال سنوي. فابتدينا نتجمع خدام ثانوي في الجمعيات، وكنا عايزين نعمل حاجه. عملنا حاجه في تقريبا انت كنت معانا في التجمعات بتاعت زمان اللي هي كانت في دير بياض او حاجات كده، او في جمعيه المنيا. كان عندنا قاعده في جمعيه المنيا. قعدنا في جمعيه المنيا وقعدنا في جمعيه بني سويف. كانت من النباتات الاولانيه اللي هي نحاول ثانوي نشتغل شراب بجد. بس كنا لسه بقى في البدايه وكنا متحمسين. جميل. انت برنس انه لسه مكمل ده كله في نفس الاجتماع بنفس الحماس. انك مكمل مثلا حكي 18 سنه في نفس الخدمه، ده قليل يعني يعني شخصيا. هو نفس الخدمه بس تحديات مختلفه. يعني التشالنج اللي بيبقى قدامنا انك ما تزهقش من السن ده ومن الفئه. انا عندي مشكله مع مراتي في موضوع ثانوي ده. بتقول لي انت لما بتشوف ثانوي بتنسى نفسك، فبقول لها انا مش عارف اعمل ايه. فممكن وانا معاهم ممكن يعني كويس انك بتنساهم مع بتوع ثانوي. ما بقول لك ده مش حاجه حلوه ولا وحشه. لا مش احسن مشرب سجاير يعني. ايوه صح. انا عايز اخد من كلامنا ده وندخل في الموضوع بتاع البودكاست النهارده، وهو مش ده عنوان طبعا البودكاست، هنشوف عنوان ليه كده يكون روش، لكن عايزين نتكلم عن التأثير. واحنا نتكلم عن ثانوي، نتكلم عن فرق الترانيم، نتكلم عن عامة خدماتنا وكده وحياتنا عامة. بحس انه من اكتر الحاجات اللي الناس بتحكي وتروح وتيجي فيها في حياتها لغاية ما تكبر، يا ترى انا عملت ايه؟ انا كنت مؤثر في حياتي؟ وكل ما السن بيكبر وانت بتحتفل بعيد ميلادك كل سنة، بتبص على السنة اللي فاتت، مش انت انجزت ايه على قد ما انت انجازك ده كان مؤثر في حياتك او في حياة بيتك، في حياة اصحابك، في حياة الخدمة اللي انت فيها. بتبصوا لحتة التأثير دي، وانه يا ترى حاسين انه انت كده مؤثر. يعني ما فيش واحد مش مؤثر في العالم مهما كان بروتة ولا ما بيفهمش في حاجة او شرير. يعني اذا كان مؤثر بشره او مؤثر بخيره او مؤثر بالسلبية بتاعته، انه هو شخص سلبي. بتشوفوا ازاي الموضوع ده؟ جون لا قول. يعني بص، بالخبرة اللي أنا شفتها يعني عامة زي ما أنت بتقول كده، أنك في مرات كتيرة بتفكر أنه أنا هقرر أكون مش مؤثر. ما أعتقدش أنه تعرف تعملها بقرار. أنت حتى في قرارك أنك ما تكونش مؤثر، أنت مؤثر بالسلب. إحنا في مرات كتيرة قوي بنحس أنه إيه، زي فيشة شلتها هي. حتى لو انا قررت انا اعمل كده، فانا برضو ليا تأثير. احنا يعني بنخاف من الحتة دي شوية، من حتة التأثير، لكن هتحصل بس انت اللي بتقرر تتوجه ازاي، او تكون بتحركها ناحية انهي حتة. انا الحقيقة قصة التأثير دي من الحاجات اللي فرقت معايا خالص وانا لسه صغير ببتدي حياتي يعني، وببتدي اخدم ربنا بأي شكل من الاشكال. انا فاكر كويس قوي المكان اللي اتحكيت لي فيه حكاية من صديق ليا، دكتور مايكل عيد. حكالي حكاية كده وفاكر مكانها، كانت خرابة فاصل ما بين شارع بيتي وشارع بيته واحنا مروحين من الجمعية. قال لي انا ربنا شاغلني بحكاية كده عايز احكيها لك. ومن ساعتها الحكاية دي يعني كل شوية تديني الارم، تقول لي خلي بالك ارجع لها تاني. حكاية استاذ عادي، ما اعرفش عارف الحكاية دي ولا سمعت عنها؟ ممكن. اكيد فاهم. سمعها. حكاية راجل غلس قوي اسمه عادي،
خلف 3 عيال فعايز يغلس عليهم ويسهل على روحه، فسماهم 1 و2 و3 علشان يبقى الموضوع سهل. فيديو صح غالبا يعني انا دايما بحب احكيها لشباب ثانوي الحكايه دي لان بتفرق معايا قوي. فابنه البكري الكبير اسمه واحد عادي، فدوت عباره عن شاب عاش حياه عاديه طويله عريضه، دخل مدرسه ابتدائي وثانوي عاديه، جاب مجموع عادي فدخل كليه عاديه، فاشتغل شغلانه عاديه، وفي الاخر اتجوز جوازه عاديه وخلف عيال عاديين، وعاش حياه طويله عريضه في الاخر عاديه. لما مات موته عاديه، فما لقوش حاجه يكتبوها على التوم ميت بتاعه او شاهد القبر بتاعه غير هنا رقد واحد عادي. من ساعتها كده انا بيبقى فارق معايا انه ايه اللي هيتكتب عليا بعد او في اثناء عدم وجودي، سواء عدم وجودي دوت موت او عدم وجودي دوت ان انا اسيب الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده واطلع بره. وبالنسبه لي فكره التاثير هو ايه اللي هيفضل فاضل بعد ما انا ابقى مش موجود. والحقيقه الموضوع مرعب شويه. هل لا، ما انا مش عايز يتكتب عني واحد عادي، فهيتكتب هنا رقد دكتور شاطر، انا مش عايزها برضه. طب هنا رقد خادم في ثانوي، مش عايزها. طب هنا رقد مدرس، مش عايزها. وبقى الموضوع مربك شويه. هو بعد وقت، بعد فتره ابقى انا مش موجود فيها جسديا في وسط الناس اللي انا كنت موجود فيهم، الناس دي هيقولوا كان هنا مين او عمل ايه. بصراحة الموضوع مرعب زي ما فاهم بيقولوا، مرعب ان انت تبقى بتفكر في وقت من الاوقات انت هتبقى مؤثر ازاي، او مين اللي اثر فيك واثر ازاي، وازاي تعمل زيه في ناس تانيين. يعني الموضوع مرعب شوية فكرة التأثير دي، لانه الحاجات الجسدية والملموسة تقدر تلمها وتحكمها وتشاور عليها، اما التأثير اوسع واشمل شويتين يعني. فبحس الموضوع مرعب ان انت تحكمه وتعرف تشوفه، ومحتاج ذكاء ونضوج انك تعرف تلقطه يعني. انا بالنسبه لي موضوع يعني محير، لان دايما اسال نفسي هو انا بسعى ان اكون مؤثر؟ يعني هل هو هدف ولا حاجه اوتوماتيكلي بتحصل، هي في السكه بتحصل وانت مش واخد بالك، او هي الناس بتقولك تلفت نظرك انك كنت مؤثر، او اتعلمنا منك كذا، او الفيدباك من الموقف اللي حصل كذا كذا كذا، او من تجربتك معانا وحياتك معانا في الخدمة او في الوقت اللي فات، السنين اللي فاتت يعني ده الفيدباك بتاعها علينا. فتبتدي انت تعرف، ولا هي فعلا حاجة ساعات تاخد بالك منها فتحس انك لا انت محتاج تخلي بالك فتوصل لحته انك تكون مؤثر، يبقى ده هدف. انا بتلخبط شويه في الحته دي. انا يعني على قد اللي انا فاهمه منك عايز اقول لك التاثير على حسب القرب. كل حد بيزيد، لكن لازم في تاثير، سواء انت بعيد او انت قريب فبيحصل. يعني مثلا انت مش محتاج انك تاخد لها قرار انك هتكون مؤثر ولا لا، لان ده بيحصل. تكون مؤثر. لا، هي مش هتحصل كده. يعني امبارح اتفاجئت، امبارح كنت خدت باتريك كده معايا اجتماع سنوي، واقف وراه وحاطط ايدي ورا ظهري. انا فوجئت ان باتريك واقف نفس الوقفه بتاعتي من غير ما هو مربوك بكذا حاجه، بس عمل نفس رحت مغير حملت كده لقيته عمل زيي. اعتقد انه حتى لما على المستوى الكبير مش بس انه يقلد حركاتك، لكن هيقلد كلماتك، هيقلد طريقه تفكيرك. ده للناس القريبين او اللي بيحبوك. طب انت في الشارع زنق عليك سواق تاكسي، السواق التاكسي ده وترك، عمل لك، هو اثر عليك على الرغم انك ما تعرفوش، على الرغم ان الموضوع سطحي جدا. ممكن لو شديت مع واحد في الشارع ما تعرفوش، هو اثر عليك، هو صاحب تاثير. لو واحد نازل متخانق مع مراته ونازل، هو عمل تاثير في الدايره اللي هو فيها. والعكس برضو، طفل صغير يبتسم لك من غير تروح بيتكم مبسوط، هو عمل تاثير. تاثير. هو ما خدش قرار ان يكون مؤثر، لكن فعله عمل رد فعل لازم. فاعتقد ان هي مش قرار على قد ما هي اوتوماتيك بتحصل. حد قال انه يعني لو جبت واحد ما هواش منخرط في اي شيء، يعني عمل اجتماعي او نشاط سياسي او نشاط خدمي او اي حاجه، هو بس عايش كده بيروح الشغل متجوز بتاع، الشخص العادي اللي انت كنت حكي عنه ده عادي، ده هو اثر في حياه 4000 واحد مينيمم، واو، من غير ما يعمل اي حاجه. فما بالك الناس اللي هي بقى عليها بوزيشنز، فيها عندها بوزيشنز وعندها رولز بتعملها. فتخيل ان الشخص العادي هو مؤثر بشكل ما، ما اعرفش ايجابي او سلبي، في 4000 واحد.
يبقى احنا كده جاوبنا بيتهيألي على اللي انت بتسأل عليه. انا بيتهيألي احنا واصلين لنقطة مشتركة لطيفة، انه كده في تأثير، ولكن الاختيار او البني ادم بيقرر يبقى تأثيره ايجابي ولا سلبي. ولو التأثير ده ايجابي هيبقى في انهي حتة معينة الواحد دوت عايز يسيب بصمة او اثر في اللي حواليه. لكن كده في تأثير، يعني مش فكرة ان انا عايز اقرر اكون مؤثر، انت كده فاهم يعني، حاسس من غير ما تقرر. ما خلاص فكرتني بقصه كوميديه هنا عارفينها في اسيوط يعني. هنطلع اسيوط علشان انا ما اعرفش حاجات، هنطلع اسرار من اسرار اسيوط. احنا عندنا اول ما تقول يعني مثلا تقول لسمير كده اطعم مسكين، بص سمير وكل مسكين، احنا كلنا عارفينها. عارف المقوله دي بتاعت مين؟ بتاعت شحات عادي بيلف. كل اسيوط عارفاها، بس الشحات ده عمل ايه؟ فضل يقولها كتير. الشعب اسيوط كلها بقى كوميك لدرجه انه لدرجه اقول لك حاجه، اطعم مسكين. عارف مسرحيه اغلى الحاجات من غير اللي خدناها ببلاش، اللي هي بتاعت تيم واحد رفيق جمال بتوع القاهره كانوا عاملين مسرحيه عن معجزات يسوع وحياة يسوع. فكان من ضمن المعجزات او القصص قصه بارتيماوس. فانا ساعتها انا اللي كنت باخد قصه، انا اللي كنت بمثل الدور ده. وهي مسرحيه ميوزيكال يعني، ففيها غنى وفيها كلام في النص. فبيقول لي ساعتها كان ناير ناجي، هو مايسترو ناير ناجي، هو اللي بيقود او بيسجل معانا. فبيقول لي شوف اي حاجه كده اشحت، قول اي حاجه. انا جت في دماغي وكل مسكين فقعدت اقولها، راح هو طبعا ما فيش اي رد فعل، انبسطوا تمام وانا بسجل في الاستوديو. طبعا القصايطه كلهم هيضحكوا. المسرحيه اتعملت في اسيوط، اول ما الجمله دي اتقالت كل الناس ضحك مش طبيعي. رفيق بيقول لي بيضحكوا على ايه؟ فبقول انت مش فاهم، دي حاجه عندنا في فدي طالعه منين؟ من حد شحات بالنسبه لنا يعني. اثرت في تخيل جيل كامل الكلمه دي لو اتقالت في اي حته في اسيوط على ايا كان المستوى، الناس بتضحك في اسيوط، انا عارفينها. طبعا مش عايزين نحكي في اللغه في المنيا، مش هحكي، مش هتكلم على فكره. انا مش هتكلم، اللي هتفتحه فيها هفتح في 10 اضعافه عشان نبقى واضحين. لا اللغه لا بس انا بالك يا سمير، احنا المفروض 5 سنين فانا جايبكم من لا اللغه في اسيوط ما فيهاش حاجه. لا اللغه في اسيوط لا، عشان بس في حاجه تانية حاجه تانية بس بس احنا في حاجه، احنا كل ما نطلع المفروض سر من اسيوط المفروض يطلع سر من المنيا. المفروض تقول لنا حاجه كده يعني متاثرين بيها في اسيوط، متاثرين بيها في المنيا. لا هو احنا عندنا حاجات يا جماعه تخصنا بس، واحنا عندنا مشكله انه عايز اقول لكم في قصه التاثير دي، انه الحاجات اللي احنا بنتاثر بيها بنعتقد لوهله كده انها خلاص بقت حقيقيه، وهي موجوده في كل حته، بس هي بتاعتنا احنا بس، فاهم يعني. مرات تتاثر بحاجه، يعني انتوا بتتكلموا على انتوا بتتكلموا، انا مش بضحك، مش فاهم انتوا عايزين ايه، فاهم، مش ريليتد بالموضوع. لكن انتوا بصوا انتوا الاثنين مبتسمين ومبسوطين، خلاص بقى هو تحول لواقع، انه بقت في حاجه هقول لكم حكايه. عندنا واحد صاحبنا من الشباب اللي كانوا بيخدموا معانا، شاب ضخم كده قد طولي مرتين كده ولا مره ونص، وعريض كده بيلعب جيم، حاجه محترمه كده. عندنا كلمه في المنيا مش موجوده غير في المنيا بس، اسمها وقه. ايه وقه؟ لو اي حد بيسمع البودكاست من المنيا هيبقى بالنسبه له عادي، انتوا بتضحكوا ليه يا جماعه؟ وقه عادي. ايه الوقه دي؟ احنا عندنا عمري ما سمعتها. ايه الوقه؟ احنا عندنا لما بنروح نشتري عيش من مخبز العيش بنقول له عايزين وقه عيش اللي هم 5 أرغفة. انت تخيل المنيويه بياكلوا بال5 أرغفة عشان ده مقياس يعني للعد. وقه يعني زي مثلا كيلو او وقيه مثلا سنتي. لا هي يعني احنا عندنا 20 رغيف نقول 4 وقات، ما تفهمش احنا مغلبين رحنا ليه ما نقول 20 يعني ليه بنقعد نحسب ونقسم على 5 ورق. المهم صاحبي بص اما المنيويه دول عليهم حاجات غريبه. صاحبي بقى دوت راح عاش في القاهره، كان بيشتغل في المونتاج وكده، فضخم ومحترم كده، وقعد في حته شعبيه شويه، فنزل تحت بيتهم المخبز. فهو منظره وهو داخل على اي مكان ده قوات خاصه، مش بني ادم عادي يعني ده. فدخل الراجل قال له عايز وقه عيش. فالراجل قال له نعم حضرتك. قال له وقه عيش. قال له ايه يعني وقه عيش حضرتك عايز ايه؟ فابتدى الموضوع يتروش، وابتدى المخبز يرتبك لانه حاسين في واحد داخل يعمل حوار عليهم يعني حاجه. قال له وقه عيش عركه. الناس ابتدوا يتلموا يشوفوا ايه. ففي الاخر راح شرح لهم، قال لهم وقه عيش يعني 5 أرغفة. فقال له انت منين؟ قال لهم من المنيا. اتهطر بقى، وهو طالع ونازل من العماره بقى وقه وبطه ومش عارف. هي دي المشكله، انه غالبا الحاجات اللي احنا اتربينا عليها او الحاجات اللي بتعمل تاثير فينا بشكل ايا كان بنعتقد انها جزء مننا وهي حقيقيه 100%. مع انه التاثير ده ممكن يبقى سلبي وممكن يبقى غير مقصود. عارفين زي وعندك انت بس
زي الحاجات بتاعت الماركتينج بالظبط، ان انت تبقى شركة ماركتينج تغريك طول الوقت بلون معين قاعد تشوفه في كل حتة. فاللون ده يرتبط عندك بالعطش مثلا، مع انه اللون ده ملوش اي علاقة بالعطش، هو خلاص ارتبط عندك انك اول ما بتشوف دي بتعطش، اول ما بتشوف هي مثلا بالظبط تشوف اللون الاحمر وعايز تاكل مثلا بالظبط جانك فود، مقاطعة شبه مقاطعة. فهي دي الفكرة، انت بتعتقد انه دي حاجة حقيقية مع انها ملاش علاقة، هي بس اتحطت في ذهنك ان هي. قول لي على تعال كده ايه سؤال كده يلف علينا، موقف اثر فيك او يعني كان مؤثر قوي لدرجة ان هو انت مش ناسيه، اثر في شخصيتك، في نظرتك للمجتمع، لنظرتك لنفسك، نظرتك للي بيحصل حواليك. احنا ايا كان الموقف يعني، انا ممكن يعني في موقف حاضر في ذهني يعني كان يعني طبعا اكيد لو احنا نحكي عن الجمعيات وتربيه الجمعيات فاحنا عندنا اكيد لينا تفاصيل مع الدكتور عادل وهبه. كان الدكتور عادل كان ايام المجامع والحاجات اللي زي دي بيجي يبقى موجود في اسيوط. فاحنا كنا واخدين برضو جمعيه اسيوط، كنا واخدين نصيب الاسد منه يعني، صح. مش المنيا بس. عشان تعرف بس ان المنيويه مؤثرين جدا جدا. وكان في مرات كان يطلع خدمات مثلا في مراكز جنبنا ويرجع، فكان دايما ما يحبش انه يطلع لوحده، فكان ياخد حد من الشباب الصغيرين، وكنت مره من المرات كنت طلعت معاه، وكنا بنركب القطارات اللي هي المميز ده او اقل من المميز شويه، معروف يعني، مش موجود دلوقتي يعني. التذاكر بتاعته خضره كده، الصغيره دي اللي هي شبابيكها مفتوحه دي. فالمهم كان من المواقف اللي فرقت معايا خالص ان انا ركبنا انا وهو، وكنت فرحان بالقطر، كنت من اوائل المرات اللي اركب فيه القطر واحنا بنتحرك، وكنت عايز امسك التذكره عشان لما يجي الراجل يعني اديها له. فكنت طول الوقت لغايه ما جه الراجل انا عمال اساله انا عايز التذكره بتاعتي، فهو يقول لي هديها لك، حاضر هديها لك. انا مفكر ان هو خايف انه يديهاني تضيع مني. فالمهم فضلنا قاعدين لغايه ما الراجل قرب خلاص، يعني وصلنا في نص السكه والراجل قرب انه هي طب ما تديهاني عشان ففوجئت بعد كده الراجل لما جه راح مدينا تذكرتين بيقول انه في حد بعت لكم التذكرتين دول. فانا يعني ما فهمتش هل يعني هو حد تاني كان جايبهم له ولا ايه. بعد شويه عرفت بقى القصه ان هو كان راكب معهوش فلوس ومعناش حاجه ندفع بيها التذكره، والرب بعت لنا التذاكر واحنا موجودين في القطر. ادركت الكلام ده بعد لما الموقف عدى، ما كنتش فاهمه في وقته. وادركت اني انا بالنسبه لي لغايه النهارده القصه والمشهد ده يعني لما يعدي عليا. بعد كده الاخوه سالوه بعد ما رحنا الجمعيه، طب هل حد كان مكلمك او قايل لك حاجه؟ قالوا لا، ما حدش كان مكلمني في حاجه. فدي من المواقف اللي انا بالنسبه لي اثرت عليا، حتى لو هو ما اتكلمش، يعني هو ما اتكلمش كتير في الموقف وما حكاش كتير قوي عن امجاد الموقف، حتى بعد الموقف ما عدى يعني حسيت ان الموقف طبيعي بالنسبه له، يعني عادي انه عدى. فدي بالنسبه لي من القصص اللي عشتها ما انساهاش يعني. جميل. انا قاعد بفتكر وانت بتتكلم على الاخ عادل وهبه، انا وانت بتقول عايز موقف اثر فيك، حاجات كتيره راحت معديه في بالي، واعتقد انه حقيقي الجمعيه شكلت في شخصيتنا كتير جدا جدا جدا. وحتى عايز يعني انا دايما اقول الجمعيه ربتني اكتر من بيتنا، يعني انا اتربيت هناك وعشت هناك واكتر من بيتنا. بس وانت بتتكلم على الاخ عادل وهبه، انا من اكتر المواقف اللي فاكرها، ومش فاكر هي أثرت فيا يعني شكلت إيه في شخصيتي، بس هي خرجتني بنظرة مختلفة للأمور. كنا مجموعة شباب، والشباب انتوا عارفين في الوقت اللي فات ما كانش فيه تواصل كبير قوي عندنا في المنيا، يمكن ما بين الشباب الصغيرين والناس الكبيرة. وأنا أفتكر الأخ فخري وهبة، بابا هاني فخري. الأخ فخري وهبة كان سنه كبير، ولكنه احنا كنا بنحبه في اجتماع ثانوي ان هو يجي يخدم، لانه كان دمه خفيف. فبيعرف يوصل لنا الحاجات، وهو كان مدير مدرسه فعنده كميه مواقف يحكيها لنا على الطلبه شبه مواقفنا، فبنقعد نضحك. وفي نفس الوقت هو معلم جبار لكلمه الله يعني. فاكر في وقت من الاوقات كنا كشباب مجروحين من بعض الامور اللي بتحصل، وحاسين ان احنا ملناش مكان في الجمعيه قوي، وحاسين ان احنا مضغوطين نفسيا جدا. فوقتها الأخ فخري قابلنا بعد اجتماع يوم حد وقال لنا ما تيجوا تصلوا معايا. فرحنا عنده البيت، ودي كانت أول مرة أقعد مع الأخ فخري قعدة طويلة كده يعني.
فقال لنا في ايه وحكوا لنا. قعدنا نحكي معاه وقد ايه احنا كشباب مجروحين ومتضايقين. فقال لنا طب انا عايز اصلي معاكم. اول ما ابتدى صلاه لقيناه قال، انا فاكر بالظبط، ايها الرب سيدنا، وقعد يبكي كتير قوي. هو انت بتبكي ليه؟ دي مشاكلنا، وانت متأثر قوي ليه؟ واحنا مش يعني احنا بنحكي المشاكل واحنا جوانا عارف حماس الشباب. ايوه. لكن هو قاعد يبكي علينا. ووقتها انا اتأثرت جدا بفكرة انه يعني غيرة الرب اللي محطوطة فيه على الشباب دول، وعلى انه لا يفقد احد من عمل الرب، كانت بتخليه يبكي بدون اي سبب، وحتى مش عارف يقول لرب ايه علينا. فالحقيقة الموقف دوت انا افتكرته دلوقتي وانت بتتكلم على الاخ عادل، انه لا يعني في ناس كبير سابت لنا تأثير في شخصياتنا حتى واحنا مش عارفين. انا مش عارف اقول لك دلوقتي الاخ فخري اثر فيا في، انا دايما اقول هو ابويا التاني، لكن مش عارف اقول لك هو اثر فيا في ايه او عمل معايا ايه. هو ساب تأثير وتأثير ايجابي، لكن في ايه مش عارف، عدل ايه في شخصيتي معرفش، بس الراجل ده اداني صورة للمسيح. وانا اعتقد انه ده جزء كبير من التأثير اللي صعب شوية واحد يعمله، انه يدي لك لمحة عن يسوع كان بيعمل ايه يعني. اقول لكم على موقف برضه انا في دماغي. كنت ساعتها اعتقد 2016 2017 حاجه كده يعني، من وقت مش بعيد، وكنت في خدمه اعتقد في الفيوم، يا الفيوم يا بني سويف، حاجه من الحته دي يعني، I think بني سويف. وكان معايا خادم مش عارف تعرفوه ولا، صفوة تدرس. طبعا. وانا ساعتها بقى كنت يعني كنت في حياتي كده بداية يعني مش بداية او يعني توهج الخدمة والفن والمزيكا، وكنت بدرس في الأوبرا، وكنت مع فريق، كنت في كورال ناير ناجي، كنت شايف نفسي شوية يعني، كنت حاسس ان انا حاجة مهمة. وأفاجئ انه في الخدمة دي او كان يومين ورا بعض، كانت زي نهضة كده للشباب، وكنا بايتين في الاستراحة، وخلص اول يوم وبايتين. اليوم التاني الصبح بصحى من النوم، ببص على الشراب مش لاقيه، فلقيته فين؟ لقيته مش فاهم فين يعني، مش عارف. فلقيته متنشر ومغسول ومتنشر وموجود كده ونضيف وناشف. فبقول اول حاجه في دماغي هو اكيد اللي في دماغي ده ما حصلش، اكيد اللي انا ما غسلتوش وانا نايم، اكيد اللي انا بفكر فيه ده ما حصلش، لان لو حصل دي حاجه انا مش هبص، انا مش اكتر من استيعابي، ومش هبص في عينه تاني. انا مش يعني، دي حاجه كبيره، ده صفوة تدرس يا جماعه، ده حاجه كبيره يعني بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير، وحتى سنا يعني عيب، انا عيل. فبقول له حضرتك الشراب في حد اخده؟ انا مش عارف اقول له ايه. مش عارف اقول له ايه. قال لي لا، ما عادي، انا لقيته بس كده، قلت اديله. فبقول له طب ليه كده لحضرتك؟ قال لي بص اقول لك على حاجه، اوعى تفتكر ان ده تواضع مني، اوعى تفتكر ان ده حاجه تمدحني عشانها. قال لي انا ده حصل معايا وانا صغير، فزي ما حصل معايا تأثير ربنا فكرني بيها، وانا كنت بقى كان قاعد بيقرا في الكتاب، وكان وعينه دخل يعني، عينه جت على الشراب، كان على الكوتشي او كده، فربنا فكره بالموقف ده. قال له ربنا قال له عندك كبرياء، عندك نفس التواضع، او عندك كبرياء انك تروم تعمل اللي اتعمل فيك قبل كده. انا الموقف ده انا يعني ما غسلتش شرابات حد بعد كده. يمكن لو عايز يمكن في يوم من الايام اعمل كده، بس انا ساعتها فكرت في ان الموضوع مش موضوع شراب وكده وحاجات عمليه، ما ده مهم، لكن الاتيتيود بقى قلبك شكله ايه، اتيتيود قلبك. وانت وربنا كلمني في الموقف، يعني في الموقف ده اثر فيا، وانا في نفس المرحله اللي انا فيها فاهم فيها ان انا ايه حاجه، ان انا فيها بكبر فنيا وفي الخدمه وكده. فتاثرت جامد، عمري ما هنسى الموقف ده. انا عايز اقول لك وانت بتحكي
بجد اكتر حاجه ربنا شغلني بيها كده انه التاثير معدي بشكل رهيب، والتاثير صح. بيتنقل من جيل ورا جيل. لانه كنت بحكي انا والاخ وفيق واحنا جايين على موقف حصل معايا، على قد ما جرحني جدا على قد ما طور في شخصيتي كتير قوي. انه انا كنت من اسره بسيطه شويه، وانا ما عنديش اهتمام قوي بانه، وبالذات وفي سن ثانوي يعني، انا كنت بقول له انا عمري ما نزلت اشتريت هدوم عيد مثلا يعني، ما عنديش اهتمام قوي بالحته دي. فلما ابتديت اخدم في اوائل الكليه في اجتماع ثانوي، حصل موقف كده معايا ما كنتش مدرك هو ليه بيحصل وقتها. جم 2 خدام اخواتي الغاليين يعني، قاده بنات، قالوا لي احنا عايزينك. فرحت لهم قالوا لي بص احنا رب شغلنا ان احنا ندي لك الفلوس دي عشان تجيب قميصين، باللفظ كده. وادوني 100 جنيه ساعتها، كان القميص ب 50 جنيه. ادوني 100 جنيه قالوا لي احنا رب شغلنا علشان تجيب. روحت بيتنا بالفلوس وبالظرف اللي هم ادوني ببكي بكى رهيب. وبعد كده ادركت هو انا فعلا انا ما عنديش غير تيشيرت وقميص ببدل ما بينهم طول الوقت، فهم اكيد شافوا ان انا بلبس نفس اللبس هو فحبوا يكرموني بشكل ما. بس وقتها كنت بقول للرب يا رب هو انا للدرجه دي فقير؟ هو انا للدرجه دي قليل قوي كده؟ ساعتها الرب قال لي اقبل المحبه واقبل البركه، علشان لما في يوم من الايام تقدم محبه او تبارك حد يقبلها منك. ودلوقتي انا الموقف دوت ما افتكرتوش غير بعد ما الرب اكرمني باي شكل في شغلي، فابتديت ابقى عارف من امكانياتي اكرم الناس والاقي الناس بتقبل ده بمحبه. ادركت كويس قوي الكلام اللي ربنا كلمني فيه بص من يجي 15 سنه ولا اكتر، انه انت في وقت من الاوقات اتحطيت في ان انت محتاج تقبل محبه من حد، فالناس بتقبل منك محبه دلوقتي. نفس الكلام بالظبط بتاع غسل الشراب. في وقت من الاوقات الرب خلى حد يعمل قدامي حاجه، فانا اتعديت منه بشكل ايجابي وابتديت اكررها تاني. انا بحس انه التاثير معدي، والتاثير مش مجرد ليه زمن صغير وبينتهي إذا كان حقيقي. لأن أنا أعتقد إنه في تأثيرات مش حقيقية. يعني بيتهيألي إنه في تأثيرات اللي هي مش إنه الواحد يبقى ملهم بشخص أو عامل تأثير حقيقي، لكن فكرة إنه الانبهار. والانبهار ممكن يدي تأثير وقتي صغير، إنه تلاقي حد تعجب بيه قوي 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 فتتأثر بيه شوية وتتأثر بتصرفاته. أيوة. لكن التأثير ده هيموت بعد وقت قليل لأنه مش تأثير حقيقي. اول ما تتعرف عليه وتقعد تاخد وتدي معاه في الكلام وتشوف تصرفاته مع البقال ومع مراته ومع بتاع، تبتدي بقى الانبهار يقل حبه 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 حبه. وعلى فكره ممكن يكون شخص كويس بس انت انبهارك بيه هيقل. فالتأثير ما هواش بالاجزاء المضيئه، بحس كده. لان هو ده المشكله بقى في السوشيال ميديا الوقت ده، انه انت بتتاثر بشخص ما في مجال ما انت الحته المضيئه، وبتشوف بس الحته الحلوه. بتشوف بس الحته السلكتيف يعني اللي هو اختارها ان هو يطلعها لك. وانت بقى عليك انك تبقى، وبيسموه بقى الانفلونسرز، بيسموهم بقى دول المؤثرين. المؤثرين. طب حبيبي ما انت ما تعرفش حياته الباقيه يعني، انت متاثر بس بحته معينه، انت بس هو مؤثر فيك يعني. انا بستغرب انا بسمع بودكاست كتير وحاجات صوت وحاجات صوره، واشوف التعليقات مثلا انا حياتي بقيت من غيركم ولا حاجه، البرنامج او البودكاست ده انا متاثر بيك لدرجه انه انت قدوتي. مع انه هو بس بيسمعوا ساعتين في الاسبوع وبيتكلم في اي حاجه او حاجات مفيده او غير مفيده، او بيعمل ريفيو على الماتش او بيعمل ريفيو عن فيلم او بيعمل يعني، بس هو ده النقطه اللي شايفها في الشخص ده. انتوا سعادتي، انتوا سبب فرحتي في الدنيا. تعليقات مش طبيعيه. وفي ناس منهم الانفلونسرز دول اللي هم بيطلعوا بيتكلموا في البرامج او بيقولوا لهم يا جماعه احنا مش قدوه، ما تاخدوناش قدوه، ما تاخدوناش ناس مؤثره، لا احنا بنطلع نهري في اي حاجه وبنسلي وقتك. يعني هم نفسهم معترفين بكده، بس احنا بنتعلق بناس وبنفهم التأثير غلط. بحس ان احنا في عصر السوشيال ميديا ده فاهمين التأثير غلط. مش عارف انتوا انا جاي في دماغي برضو نموذج كان بيخدمني في ثانوي، بس مش هينفع اقول اسمه عشان في النص كده هقول كام حاجه مش عايزهم اوكي لا ما هو مش هقول اسمه، فبفضح مواقف يعني. فهو كان بيخدمني في ثانوي وبالنسبه لي ما كانش هو الواو بالنسبه لي في ثانوي، لكن تلف الايام وهو يبقى القائد الشخصي ليا.
بحبه مش لأنه هو هيرو في كل الحاجات، لكن بيعرف يهتم بشكل رهيب حتى لو انت الدنيا ضايعة معاك. بيعرف يدي رغم ان هو عنده احتياج رهيب، وبيدي بسخاء. بيبان على فكرة، بيبان يعني هو مش بيعملها وهو يعني هو مأثر فيك، لأن انت بقى لما لفيت في الحياة شوية عرفت تميز الأشخاص ايه. فأنا أكتر حاجة فرقة معايا ان انا بقى لما عرفت اميز الأشخاص ان الاقيه هو بالحتة دي. في مرات كتيرة قوي هو مش بيطلع خدمات منبر كتير، بس عنده استعداد انه ممكن يتحرك معاك خدمة انت رايحة عشان يبقى قاعد تحت. صح. فانا بالنسبة لي يعني حتى لو بتحرك يعني الصورة دي، النموذج ده ما شفتوش كتير، لانه في الغالب لما انت هتبقى كده انت مش فاضي يعني مش لكن لا، التأثير مش بس انك تبقى في الحتة القوية بتاعتك، لكن التأثير حتى انا طالع يعني هو اللي مربيني، وهو يطلع معايا عشان انا ابقى عليا الخدمة وهو قاعد تحت بس. وممكن يكون سفر، يعني ممكن يكون سفر بس عشان يبقى موجود، يقول انا ابقى موجود تحت. فبحس انه مش يعني اللي معتمد على دائرة التأثير على الحتة القوية في حياته دي مش هتستمر زي ما كان بيقول جو. لانه في الغالب مفيش حتة قوية بتفضل دايما قوية. بس انت كده بتحكي يا فاهم في انه انت كده بتحكي في رد فعل او تجاوب الرعاية والمحبة. تجاوب انا كواحد بس بشوف ازاي اللي بيؤثر فيا او اللي انا شايفه مؤثر. تمام. يعني انت كده مش بتحكي في المؤثر بيعمل ايه، انت كده بتحكي المتأثر رد فعله ازاي، انه محتاج انه مش بس يبقى متأثر بالشخص ده في حاجة، لكن يبقى هو كمان بيعمل لا قصدي مش بس يتأثر فيه ويبقى جامد حابب الحتة المضيئة، لكن كمان لما يشوف حاجة مش كويسة يبقى برضه واعي انه حتى الضعف بتاعه ربنا بيستخدمه في تشكيلي وما سيبوش يعني مثلا ناس كتير من اللي بقولك عليهم بتوع الانفلونسرز دول اللي هم بتوع البرامج وكده، بالنسبة لناس كتير ربنا، بالنسبة لناس كتير دول احسن من ابويا وامي، يعني انا بحبهم اكتر من ده بجد. فجأة نفس الشخص ده طلع في برنامج طلع حرامي نصاب. اكيد الناس الشباب اللي بيحبوا الكوره هيفهموا انا بتكلم عن مين. فقعد في برنامج كده مفروض اسئله مسابقات يعني، وطلع ان هو بيغش بالشاشه، بيكتب الاسئله وبيغش من جوجل وكده. فالناس بقى هريته يعني انت نزلت في نظرنا وانت ولا حاجه، والناس حتى انفولو بيه فظيع بالنسبه له. وتعالى شوف بقى كميه برضو دلوقتي الناس اللي هي واخده بلوكات من الشعب بالذات، ان هم اللي مش بينهضوا القضيه الفلسطينيه او مش معاهم في الحاجات سقطوا زي ما صوره محمد صلاح اتهزت في اغلبيه الناس لما ما كانش بالصوره اللي متوقعينها انه يكون مثلا عشان بس سافر والراجل بس كتفه اتخلع ولا مش عارف جاله ايه في عنده في كتفه او ما لبس العلم الفلسطيني زي ما الناس بتعمله. انا ما بقولش ده صح ولا غلط، احنا مش هنا عشان نقول هم صح ولا غلط، بس انا بقول انه رد فعل الناس متغير بشكل مش طبيعي، ما فيهوش النضج اللي ربنا عايزنا نكونه. انا النهارده يعني في ناس بقى متاثره مثلا بالاهلي مثلا، حتى يعني ما فيش غيره يفرحني الأهلي فوق الجميع كده يعني. فالتأثير يا ترى هو مبني على بس نجاحات؟ التأثير اللي مبني على بس نجاحات ده فيه مشكلة كبيرة. أنا بشوف إنه يعني دي كانت مشكلة يسوع مثلا هو على الأرض، انه ما اتمنش حتى الناس، يعني في ناس لم يأتمنهم على نفسه زي ما بيقول الكتاب. هم بس كانوا فرحانين انتوا فرحانين بس بالاشباع الخبز والسمك وكده، لكن هل انتوا شفتوا يعني تعالوا شوفوا انا اين امكث؟ صح. انا ما عنديش حته اسند فيها راسي. هو التأثير النجاحات ده، التأثير من خلال النجاح مرعب، خادع جدا، خادع، وبيخليني بتصدم بالإخفاق. يعني أنا في حياتي فيها الاثنين، صح. فأنا عارف أتعامل في النجاح، يعني خلاص حلوة جميلة المشاعر حلوة، لكن هو ورا كل نجاح فيه إخفاق، صح. ففي الإخفاق دي تلاقي شخصية هش تتكسر، فما يقدرش يقف تاني على رجليه. فتلاقي في ناس كتير قوي طلعت ترندات
وما تشوفهمش. هو خد الشو بتاع النجاح، بس هو ما عندوش الشخصيه بتاعت اكمل. يعني في مرات كتيره لما انتوا تسالوني طب بقالك سنين في ثانوي، أيوة. كان فيها اخفاقات وكان في مرات كتيره حيره، وانا هنا صح ولا غلط. هو مش كل المرات انا متحمس ومتشجع، لا، في مرات وانا في اوضتي ببكي وعايز امشي. لكن اعتقد انه في كان نجاحات، بس لو كانت دي السياسه 2 بس في الخدمه. يعني هم ممكن يكون اول سنه او 2 هم اللي كان فيهم شويه حاجات جديده كلها اختبارات، لكن بعديها لو شويه اخفاقات مش هتكمل. فالنجاح سوري التاثير من النجاح ده ربع التاثير او ربع الحقيقي. عشان كده واحنا بنحكي قبل ما نبتدي البودكاست كنا بنحكي انا وانت انه ده اللي بيخلي الناس اللي ممكن تكون مؤثرة بتهرب. محدش عايز يبقى في موضع انه يبقى قدوة. يعني دي نقطة بقى حرقاني بشكل شيء مستفز. حبيبي انت شئت ام ابيت انت قدوة. انا مش قدوة. انا ما تاخدنيش قدوة. انا انسان بغلط. انا عارف انك بتغلط. ما حد انك انك يسوع يعني متجسد على الارض. انا ماشي جنب الحيط يا عم، ما ليش دعوه بالقصص دي. ما تاخدنيش قدوة. لا هاخدك قدوة. ما انت دلوقتي انت مش بس يعني انت اصلا، وبالذات الخدام بقى، سوري انا قطعتك. لا يعني انت خادم في اجتماع ثانوي او في اجتماع جامعه او في مدرسه الاحد، انت بقيت قدوه خلاص، خلصت. وليه كلمه قدوه مش عاجباك؟ ليه كلمه قدوه بقيت منفره او بقيت عامل ازعاج ليك، او ان دي زي يعني رتبه سيئه السمعه؟ لانها مرعبه فعلا يا سامي. انا عارف مرعبه لانه انت بس ما تهربش منها. انت متخيل انت اتحطيت في صندوق مش عارف تتخطاه ولا عارف تمارس حياتك الطبيعيه اللي ممكن تبقى بالنسبه لك حياه طبيعيه، لكن بالنسبه للناس اللي شايفينك قدوه انت كده مش كويس. فده اللي بيخلي الناس تهرب، لانه لا ما حدش حاكمني يا جماعه، هيتأيد. ما حدش حاكمني. وهو بصراحه بس انا بعمل كده مرات، فانا عشان كده كلنا. انا مش بقول انا ليه بقول لك كده، لانه بكل بساطه فكر فيها كده بشكل منطقي، انه ان انت قدوه ولا لا ده معتمد على نضوج الناس اللي شايفاك قدوه. فالشخص اللي قدامك لو هو مش ناضج كفايه وشايفك قدوه، انت اي سقطه او اي هيسيب ربنا عشانها، هيسيب ربنا بسببي. او هيبقى في وجود السوشيال ميديا مش بس هيسيب ربنا بسببي، هيشتمني. بقى اللي ما يقدرش. يعني لو انا قاعد انا وانت وشفتك اخفقت في شيء معين وانت بالنسبه لي قدوه، لو احنا قبل عصر السوشيال ميديا هتلاقيني رحت قلت ايه؟ هتلاقيني رحت عاتبتك، هتلاقيني اتكلمت مع فام عليك. لكن في وقت السوشيال ميديا هتلاقيني دخلت على الفيسبوك شتمتك يا اما لقحت كلام. المحترم قوي هيكتب بوست. بصوا الفريق في واحده كانت او واحد يعني مش عايز اتضايقت مع الفريق بتاعها، فريق في الخدمه، وقالوا لها لا خلاص مش هينفع تكملي وبتاع. هي عملت ايه بقى؟ بوست طويل عريض على الفيسبوك، دول عملوا كذا وكذا 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 وكذا، ودول كذا وكذا وكذا وكذا. بقيت خلاص الفيسبوك والسوشيال ميديا الحسابات كلها بتتظبط عليها. كل حد خايف من المواجهه لاي سبب من الاسباب هيعمل بيها هجوم بيها على السوشيال ميديا وخلصنا. فعشان كده بقول لك من حقهم، عشان بس ما نبقاش خرجنا او خرجتكم بره، من حقه في بعض الناس بيبقوا شايفينها كده، انه يا جماعه انا مش عايز اتشتم، ابعد عن الشتيمه، فاهم؟ ابعد عن ان انا اتقيد. فده اللي بيخلي الناس مش عايزه تبقى قدوه. انا مش عايزه اتقيد ومش عايزه اتشتم. بالظبط اللي بيقولوا اتقيم واتقيم، صح؟ مش بس اتقيد، مش عايزه اتقيم. يعني احنا سمير في الوقت الاخير كم من الناس اللي بتقيم الخدام وتقيم الكنيسه كتير. فانا مش عايز اتحط في الحته اللي هي الخدام والكنيسه، انا عايز ابقى من بره، انا من ضمن الشعب، انا من ضمن اللي بيقيم. حتى ممكن يبقى ليا دور جوه الكنيسه، بس انا بقول نفسي انه انا مش مع الناس دول. يعني انت لو اتكلمت بقى كم الناس بقى اللي بتنتقد انه الكنيسه مش بتحتضننا، الخدام مش عارف عملوا ايه فانا مش عايز اكون مع الناس اللي هي المفروض تعمل كل حاجه ومش عارفه تعمل كل حاجه وهتفضل دايما مقصره. مش عايز ابقى معاهم، فانا مش عايز اكون في حته القدوه. بصراحه انا مش بس بشوف ناس مش عايزه تبقى قدوه، هي مش عايزه تتسمى
باي مصطلح ديني او كنسي مثلا، ما تقوليش المرنم. انا مش مرنم، انا هو فعلا هو مرنم، صوتك جميل وبيقود تسبيح. لا انا مش انا عارف ان مش هويتك بس انك مرنم، بس ايه المشكله لما حد يقول لك انت مرنمنا الجميل؟ ايه المشكله؟ ما تقبل. لا انا مش مرنم، لا انا مش خادم، لا انا يا عم انا حالي وبتاع. هو مش عايز يتلط انجاز التعبير، وإن يعني وكأن دي حاجه سيئه السمعه زي ما كنت بقول في اي وضع تقييم. يا عم انت مرنم، انت خادم، ايه المشكله؟ وده دي مش حاجه تخليك غير قابل او معصوم من الخطأ. صح، انت هتغلط، لكن بالعكس انا بشوف انه ساعات الحته اللي الناس بتحطنا فيها واللي ربنا بيحطنا فيها جزء من تشكيل ربنا، انك تخلي بالك وتبقى ايه، محترم طبعا، وتلم نفسك في السر قبل العلن، وتاخد بالك من كل كلمه بتقولها، تاخد بالك من كل نظره، من كل علاقه مع بنت او ولد، من كل حاجه مع المخدومين. انت ربنا حطك في حته القدوه دي، حتى لو هي فعلا صعبه ومتعبه ومقلقه وموتره وفيها لغط فيها كلام، بس يمكن ربنا مستخدم دي عشان يخليك شخص واخد باله بيعمل ايه. هو غالبا اللي انت بتقوله ده هو اساس الموضوع، والحته المرحله اللي قبليه هو طريقه تفكير العالم دلوقتي او اتجاه العالم ناحيه الحياه الهادئه، بيسموها اللوهس، يعني اللي هي الحياه. انا عايز ابقى في حالي يا جماعه. كان في فيلم انيميشن قريب بس بحاول افتكر اسمه مش قادر اجيبه، اللي هو فكره انت مش لازم يبقى لك تاثير، ومش لازم تبقى، بيعلموا الاطفال كده، انت مش لازم يبقى لك تاثير، ومش لازم تبقى حاجه كبيره، ومش لازم، المهم تعيش ومستمتع بالطيور والحشرات اللي حواليك يا عم. فبقى البني ادم بيقول ايه، انا ايه اللي يحطني تحت قيود اصلا انه انا ابقى عايز ابقى حاجه كويسه؟ لا يا جماعه، انا عايز اعيش في حالي وبعيد عن الزيطه وبعيد عن الزحمه. زمان ما كانش كده، كان الواحد بيفكر طول الوقت انا ازاي اكون عايش صورة عن يسوع، صح. ازاي اكون عايش وبكرز للي حواليا او بعرفهم ربنا بطريقة ما، ازاي اكون مؤثر. وانت بتخدم في اجتماع ثانوي اول ما ابتدينا انا عايز اقولك انا 90% من التشكيل اللي حصل في حياتي في وقت الجامعة هو خدمتي في اجتماع ثانوي. انه التزامي الروحي كان علشان هم يلتزموا، فما كنتش هصحى الصبح. طبعا هو ده مش مفروض ده يبقى الدافع طبعا، مش ده الدافع الوحيد، مش صح يعني طبعا. اكيد في دافع تاني انك انت عايز تعيش فعلا صورة ربنا بغض النظر في ناس ولا ما فيش. بس احد الحاجات، ودي حاجه ربنا بيشكل بيها في حياتي، انه خلاني انضبط سواء روحيا سواء علاقاتيا زي ما انت بتقول، علاقاتي باللي حواليا ومش عارف ايه، سواء اجتماعي. كل الانضباط اللي ربنا حطني فيه كان علشان كان يعني جزء منه انه انا بخدم مع شباب في ثانوي، فانا محتاج ابقى ده اللي قاله اساف. انا لو كنت اتكلمت بالكلام اللي انا متمرر بيه لغدرت بجيل بنيه. انا كنت يعني لو اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو انا شايف الاشرار حياتهم حلوه وانا فين من ربنا، وربنا بيكرم الناس دي ومفيش شدائد في موتهم وتخان وعيونهم قد كده، لو قلت الكلام ده لغدرت بجيل بنيه. يعني هم هيعثروا فيا ويعثروا في الكلام لان هم شايفيني حاجه كبيره. حتى لو انا مش شايف كده، بس انت شئت ام ابيت انت حاجه في نظرهم. وفي حته تاني انه لما بتطلع لحته قدوه، انا اعتقد انه في دافع يا سمير ان انت عايز تكبر وتقرب. بس انا هحكي عن خبره سنين مع ثانوي، لسه كنت بدي هنت الجون عن قصه. انا سخن وفي يعني عصبي. ايوه. ففي مرات كتير قوي في الشارع عربيه وراك داخله فيك، حقك الطبيعي كإنسان تتنفذ. انك تنزل وتتخانق مع الشخص اللي وراك، بس في مرات كتير قوي بتقرر انك تلجم نفسك لانه ثانوي منتشرين في الشارع. فهيجي من وراك كده يقول لك يعني انا اسف، انا يعني زي ما حصل معايا موقف انه انا اسف، انا عايز اعتذر لك ان انا ما كنتش موجود في المجموعه الاسبوع اللي فات، وانا بتخانق لسه، يعني بتخانق مع شخص تاني وجاي من حد من ثانوي بيعتذر لي على المجموعه. فانا حاسس ايه الصوره اللي متلخبطه اللي وصلت له، ايه النموذج اللي انا عايز اقدمه لما ابقى موجود في المجموعه المره اللي بعدها. هتكلم عن الغفران ازاي، حتى لو ربنا بيشفق عليك وانت بتتعلم، بس في مرات كتير قوي انت بتحتاج تنجز المشوار اكتر عشان انت في ناس شايفاك، في ناس بتقيم ده. فاعتقد ان في الثانوي انا في حاجات كتير عديتها اسرع عشان قدوه. حاجه شكلتك من أسرع جوه كمان. من جوه اسرع. انا افتكر برضو موقف زي كده، كنا
في فريق اصوات رايحين خلوه في المنيا، في بيت كده من بيت المنيا، وخلوه كده وخلوه روحيه وكنا وكان في ناس معانا. واحنا بقى يعني احنا اصلا كان لسه ساعتها 2016 ما كانش ناس برضو تعرفنا قوي يعني، عادي ناس من اسيوط وفي صعيد مصر ما حدش كده يعني فريق يعني بيرن. وفجأة واحنا بنهزر وبنضحك في وقت الفري بتاعنا يعني وقت بريك كده كنا عمالين نهزر ونضحك، الحمد لله كنا كويسين كنا بنهزر باحترام يعني كله تمام. ففي حد جالنا ومعاه شله برضو من الشباب، قائد من كانوا موجودين في المؤتمر، بيقولوا لنا احنا عارفينكم كويس وانتوا بركه لينا وترنيمكم، والحفله بتاعه الكريسماس كانت جميله قوي، ربنا يبارككم، اصواتكم جميله. انا ساعتها فكرت في فكره، تخيل لو احنا كنا افورنا في الهزار، استهبلنا، قلنا كلام ما يصحش، يعني كانت حاجه لا تليق مثلا، هيشوفونا ازاي؟ هيبصوا لنا ازاي؟ على الناحيه التانية بقى في ناس تقول لك لا ما هو انت كده عبد لرأي الناس، انت بتمثل انت كده بتمثل ده عشان الناس تقول انا يهمني رأي الناس، لان الكتاب بيقول لكي يروا اعمالكم الحسنه. هم هيشوفوا اعمالكم، هو ما بيقولش لكي يروا نيتكم، لكي يروا اعمالكم الخفيه، اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم. يعني الموضوع مرتبط ان هم هيمجدوا اباكم بمرتبط بالاعمال الحسنه اللي هم شايفينها. هم مش بيشوفوك في البيت بتعمل ايه، هم شايفينك وانت في الشارع وانت بتتنرفز وانت بتشتم السايس ولا متنرفز عليه ولا مش هكذا يعني. فالموضوع فعلا مرتبط جدا بالسلوك. خادم مش خادم، انسان مؤمن عادي في فريق، بتخدم في فريق ولا بتعمل اي حاجه، انت مؤثر. هي ومش عيب انك تحط رأي الناس او مش رأي الناس، يعني نظرة الناس ليك في الاعتبار. ولما ربنا يشتغل في حياتك ويعدل سلوكك بسبب حاجة زي كده، دي انا شايف انه طرق ربنا غير طرقنا، هي دي طريقة تشكيل ربنا في حياتنا. في حاجات كتيرة قوي هتتغير، اسلوب هزارك لما يتغير بسبب انه انت بقيت يعني الرب بيستخدمك على المنبر وقدام شاشات. انا شايف انه ده طريقة ربنا بيستخدمها علشان يغير طريقة كلامك او بعض الالفاظ اللي كانت طبيعي تقولها لا انا ما بقاش طبيعي انك تقول. فدي مش حاجه اسمها انك بتمثل او راي الناس هو اللي بيحكمك، لا ده جزء من تشكيل ربنا في حياتك، ودي حاجه ما تعبكش يعني. وبحس ان في حاجه اسمها مجتمع. مش عايز برضه اروح لحته العثره وكده، مش عايز اروح لها لان دي ممكن موضوع تاني خالص. لكن المجتمع اللي انت فيه برضه بيفرض عليك نوع معين من الحياه ونوع معين من السلوك ونوع معين من المظهر، حتى في اللبس والكلام. ده ما اسمهوش انك مقيد او الناس ايدتك او ما بقتش. بس يعني انا عايز اقول ايه، حتى بولس كان بيقول لتيموثاوس كن قدوه. هو بيقول له كن قدوه، هي مش يعني هو بيقول له يعني انت لازم تكون قدوه طبعا عشان هو كان في منصب رعوي برضه في الكنيسه دي، لكن هو بيقول له كن قدوه في التصرف، في الكلام، في السلوك، انت قولي قدوه. وفي حته تانية مش فاكر هي فين كانت، بس بولس بيقول ان احنا زي ما كنا ليكم احنا قدوه، يعني اعملوا كده زي ما كنا ليكم او بينكم قدوه. فكلمه قدوه دي كلمه كتابيه، كلمه ربنا حلها لينا يعني ينفع تكون كده، مش لانك عايز تكون كده، مش لان عايز تكون منظرك كده، لانك اوريدي كده، لانك بقيت متشاف وصرنا زي ما بيقول الكتاب صرنا منظرا للناس والملائكه. فده اللي انا بفكر فيه. يعني انا زي ما انت بتقول كده يا سمير، هو كون قدوه دي اقرار داخلي قبل ما الناس تشوفه. يعني قبل ما الناس قبل ما يكون تقييم الناس عليا ان انا قدوه، انا شايف نفسي ده دوري، ده مكاني، ده وضعي، ده مسؤوليتي. انا يعني بتخيل الكنيسه بعد سنه واثنين وثلاثه وعشرة، لو احنا الاجيال اللي طالعه كلها بتهرب من الحته انها تبقى في الوش، احنا هنعاني. لما احنا السنين دي بنقول ان احنا النماذج يا جماعه قليله، فتخيل بعد سنه واثنين وثلاثه وعشرة كل اللي بيتزرع فينا ان احنا بنرجع مش عايزين حد يقيمنا، مش عايزين نبقى في الوش، ما عندناش حاجات ملهمه. فتخيل الاجيال اللي وراني دي عايزه تمشي على مين؟ كنا بنحكي قبل ما نبتدي من شويه، كنت بقول له لو المؤمنين تخلوا عن منبر القدوه
غير المؤمنين هيطلعوا عليه. صح. ده بكل وضوح. لو احنا عندنا منبر قدوة وكل المؤمنين هربوا وعايزين يمشوا جنب الحيطة، اللي هيطلع ويقعد في مكان القدوة ده الاشكال المقلبه اللي بنشوفها طول النهار على السوشيال ميديا، يعني فاهم، ده هيبقى قدوه الشباب والاجيال بتاع ثانوي. يعني لو انت بتخدم في اجتماع ثانوي في وسط العيال وفي وقت من الاوقات قررت انه لا يا جماعه ابعدوني عن الكلام ده، لا ما حدش يبص لتصرفاتي، لا هعزل حياتي الشخصيه علشان ما تبقاش حياتي الشخصيه مرتبطه بانه حد شايف. لما تعمل كل الكلام ده في الاخر اللي هيتحط مكانك ويبقى قدوه هو مغني مهرجانات. صح. لا كابتن يا دكتور جون سوري انا يا دكتور جون، الموضوع ما بقاش ان انا هبعد ولا هعزل نفسي، انا هصاحب بس، مش قصدي اصاحب بنت، اصاحب المخدومين بتوعي بس، انا صاحبهم. انا مش خادم، انا مش قائد، انا مش قدوة، انا صاحبهم. فهو بالنسبة له فبقيت ايه، طبعا فيها جزء من التجسد وفيها جزء من فيها الحته الحلوه، فيها الحته فيها ميزه، وفيها ميزه حلوه فعلا. ما برضو ما ينفعش القدوه بتاعتي يبقى عايش في شرنقه بالظبط، وعايش في جو في بابل لوحده. ما هو برضو المفروض يكون صاحبي، بس هل صاحبك بس؟ هل التأثير انك تكون صاحبه بس من غير ما يشوف حاجات يعني زي ايه، حاجات في حياتك كتابية، حاجات في حياتك مبادئ مش هتتخلى عنها. ولما تشوف حاجة غلط تقول ان ده غلط، ولما تقول حاجة ونشوف حاجة حلوة تشجع على كده. احنا بينا لا انا صاحبهم، انا مش خادم، انا مش قدوة، انا صاحبهم وهزر معاهم نفس طريقة الهزار وهكذا، يعني مش بيطلع بيهم، هو نزل لهم بس. انا اعتقد ان في حتة مخلينا احنا بنهرب من الحتة دي، هي كذبة ان الشخص القدوة الكامل في كل الجوانب الحياة. لا لما تلاقيه يقول لي بس. فاعتقد ان احنا فهمنا للحتة دي بالشكل ده مخلينا يا اما نهرب منها يا اما بنهاجمهم، اللي هم في الحتة اللي هم الحتة القدوة. بس انا مثلا بالنسبة لي مثلا جون موديل في شغله طبعا، موديل بالنسبة لي حلو جميل مريح، حتى من وقت يمكن اعرف جون كمان من قبل ما يشتغل في التدريس، لكن جون حتى مريح في التعامل او انك تتكلم معاه عن البيزنس كإنسان يعني. فعنده قيم، عنده حاجة بيقدمها. فأنا بالنسبة لي ملهم، أنا بالنسبة لي سمير ملهم في حتة التسبيح والعزف والقلب المتقد على طول، هو ملهم. ممكن تروح لحتة لجانب آخر تلاقيه ضعيف فيه شوية، هو شغال عليه. مش معناه إن هو مش قدوة، مش معناها أروح قالب على الشخصية خالص، لأنه هو أنا محتاج إن هو يكون في كل جوانب الحياة. كل ما أروح أقلب الصفحة ألاقيه مفولها، كل ما أقلب الصفحة على حاجة هو مش الكامل ده. هو لو وصل كده هيمشي من وسطينا وهيصعد، مش هيقعد. لكن لازم ابقى عارف ان كل حتى الناس القدوة بالنسبة لي في دوائر معينة هي عندهم دوائر تاني شغالين عليها صح. عشان يكبروا. فلما اشوف منه حتة ضعيفة ما اقلبش على الشخصية، هيفضل بازال بالنسبة لي قدوة في الدائرة او في الحتة، او هيبقى بالنسبة لي التشالنج في الحتة اللي هو فيها شاطر. فلازم اقبل ده. فمفيش واحد هاخده. يعني احنا حتى في مرات كتيرة لما نيجي ندور في الكنيسة عندنا مشكلة وازمة في القائد الروحي. احنا عايزين قائد مفاول من مجاميعه برضه، مش هنلاقيه. فاحنا قررنا نعمل ايه؟ خلاص مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها كده. كل واحد يعني باخد رأي سمير وباخد رأي جون. دلوقتي القائد الشخص مين بتاعك؟ ماما بابا. بس فانت هتسمع حاجات ومش قادر اتحط في التزام، لان هو مين سمير ما عنده ضعفات في حياته، ومين جون عشان. فاحنا لازم نقبل انه القدوة او القائد او الحتة هو شاطر في حتة، بس ينفع ياخدني في حتة. انا مش قصدي اتحكم بموضوع بابا وماما. يعني اكيد ليهم تأثير قوي، وده اول تأثير حصل في الحياة. بس ما ينفعش هو ده وجهة نظري دي حتة كده على جنب، ما ينفعش هو اللي يكون المقياس بتاعي، او لان هو يا اما هيطبل لي شوية يا اما هيفوت لي شوية يا اما هيبقى قاسي زيادة عن اللزوم. فانا بحس انا محتاج حد تاني يكون معايا شايفني من بره دايرة القرابة والعيلة وكده. انا بس عندي تخوف من اللي احنا وصلنا له، انه احنا رمينا كل حاجة تخص القدوة في ملعب الشخص البسيط اللي بيدور على قدوة. صح. في الاخر انا حاسس ان احنا برضو، انا مخضوض من الحتة اللي احنا فيها، انه انت في الاخر علشان تكون قدوة انت تحت تأثير انه اللي قدامك ده منتظر منك انك تكون كامل
منتظر منك انك تكون ما بتغلطش. الحاجه التانية ان انت محتاج حياتك تبقى طول الوقت متشكله علشان تبقى بتناسب النفسيه الضعيفه اللي قدامك. طب افرض انت قدوه لعدد اكبر من الناس، احنا عندنا دوائر مختلفه الاتساع، يعني كل واحد مؤثر في مجموعه قد ايه. طب افرض المجموعه اللي انت مؤثر فيها، وده هيبقى حاصل كتير في السن الثانوي، مش ناضجين كفايه علشان يدركوا انك مش شخص كامل. انا سوري، انا دماغي متفتحه ناحيه الحكايه دي، فسوري انا خدت دورك. معلش سوري، لا اعمل كده. ففكره انه طب افرض الاشخاص اللي قدامي اللي انا المفروض بدور اكون قدوه ليهم، شباب طالعين لك في اولى ثانوي صغيرين، وانت قبلت مكان، انت شخص ناضج وقبلت مكان انه يا جماعه خلاص انا قدوه. طب ما انت مش هتعرف تقيم نضوجهم، هو اي سقطه منك هيقعوا. مين اللي يوصل لهم ده؟ او الدايره دي تتحكم ازاي؟ انا مش عارف. اعتقد هو برضه هو لازم يقول يا جماعه انا بغلط. مش عيب انه يقول كده، بحس يعني انه يقول يا جماعه انا لسه بتعلم، انا لسه بتلمذ، انا زيكم، انا ليا واحد برضه بيأثر عليا وانا باخد منه زي ما انتوا بتاخدوا مني، او زي ما انا بالنسبه لكم حد كبير، انا برضه في ناس بالنسبه لي لسه بتعلم، لسه في البروسيس ومش هتخلص. هتلاقوني في وقت غلطت، هتلاقوني في وقت مكتئب، هتلاقوني في وقت حزين متضايق مش عايز اشوف حد. اعتقد دي لازم توصل من وقت للتاني مع الناس اللي هم انت حاسس ان هم فعلا مش ناضجين، وهيلاقوا يعني ممكن يتأثروا بشدة من اي موقف ممكن يحصل. انا برضو في حاجة فتحت قدامي من اللي انت بتقوله، انه غالبا المحبة تستر. فاللي انت كنت بتقوله من شوية لازم يحصل توازن ما بين حتتين، ان احنا نبقى صحاب، القائد يبقى صاحب، صح. فعارف يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط. فما ينفعش ابقى قدوة وانا بعيد عن الناس، وكل اللي شايفينه مني تصرفات وبيتابعوني من بعيد، منبر بس. بالظبط. انا لازم ابقى قريب منهم وصاحبهم جدا، ولكن في الاخر عامل توازن ما بين انه انا صاحبكم جدا لكن عارف اعيش دور القدوه معاكم. ففي الاخر انا صاحبكم فهتبلع لي الزلط زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت انا قدوه فانت بتتعلم مني، وحياتنا انا وانت بتتشكل مع بعض تحت مظله نعمه الله. يعني تأثيرك كإنسان يا جون، أنا أعرف إن أنت مؤثر في ناس كتير بحياتك وتعليمك وشغلك وكده، ويعني كنت تتوقع إنك تكون في الحتة دي بشكل أو بآخر؟ وقول لنا أنت بتعمل إيه دلوقتي في مثلا في موضوع التدريس. بص، أنا ما كنتش فاهم إنه ربنا بيجهزني للحتة دي، ومن وأنا صغير كان ربنا قاعد يشتغل في حياتي بحاجات أنا مش فاهم أنا رايح هناك ليه، وكنت بعتقد إنه دي سقطات في حياتي. يعني مثلا وأنا في إعدادي كنت مهتم قوي بالخط العربي وكتابة الخط العربي، وأدخل مسابقات خط عربي وحاجات كده. وأنا في ثانوي اهتميت بالمزيكا وتأليف الترانيم والحاجات اللي ليها علاقة بأي أشعار. وانا في الجامعه اهتميت بالتريننج والتدريب. وخلال الوقت ده كله انا كنت فاهم ربنا بيجهزني لايه، وطول الوقت انا دعوتي قدام ربنا هو سن ثانوي، فانا مش فاهم يا رب طب انت بتجهزني لايه. وقعدت اخدم وقت طويل في سن ثانوي لحد ما بقيتش اخدم في سن ثانوي، وكنت فاهم ان ربنا بيجهزني لحاجه انا مش مدرك هي ايه. والحقيقه اللي كان مغري ان انا بشتغل شغل كويس قوي محترم جدا، باخد مرتب كبير قوي معيشني كويس انا وبيتي، ليه اخد خطوه تاني ناحيه ان انا اعمل اي حاجه مختلفه. حد وقت من الاوقات انا فاكر كنا بنروح الميتنجز بتاعت الشركه بتاعتنا، وكان عندنا ميتنج انا فاكر كويس حتى المكان كنا في الجونه، والميتنج دوت اللي هو ايه بيدلعوا الشركه بقى، ده ختام السنه وهيدلعوا الشركه ويبسطوهم، فكل الناس مبسوطه جدا. انا طلعت من الميتنج بعد ما اتكرمت في الميتنج علشان كنت انا تاني اعلى بيرفورمانس في الشركه ومش عارف ايه. طلعت لمراتي قلت لها I don't belong to this place. انا حاسس ان انا مش مكاني هنا، بس انا بتجهز لحاجه معينه بالانجليزي كده. احنا علاقتنا مثقفه جدا انا ومراتي. هي ما جاتش غير كده، فاهم؟ يعني برضو ما هي لو اتقالت بالعربي هتبقى وحشه. انا لا انتمي يعني لهذا المكان، برضو ما هي وحشه في الحالتين، فاهم؟ احساس شتيمه، انا لا انتمي لهذا المكان. فقلت لها انا حاسس ان ده مش انا مش هنا، انا مش المفروض اكون هنا. بعد كده ربنا حط ناس في طريقي، وابتدت الدنيا تترتب بطرق مختلفه، انه مش انت دعوتك هي التريننج والتدريب والتأثير في حياة بني ادمين، ودعوتك هي ثانوي. طب ايه الميكس ما بين التدريب والتمرين والتريننج والحاجات دي وثانوي؟ هو التدريس. وانا راجل صيدلي فبحب الكيمياء، اكاديميه الكيمياء دي بتاعتي انا.
فابتديت اشتغل في الحته دي واحاول اجتهد فيها، واتفاجئت ان ربنا كانه بيبعت اشخاص. هي دي بالظبط، عارف لما حد انا كنت الموضوع مرعب، علشان كده انا في النص بقول لك دي حاجه كانت من المرعبه ليا، ان ربنا يبعت اشخاص مؤمنين يبقوا واقفين على المنبر ده. والمشهور عن التدريس والمدرسين ان هم الناس المستغلين، الناس اللي عارف اللي بياكلوا من قوت الغلابه، الناس اللي مش عارف ايه. فالموضوع مرعب انك تدخل في حته زي ديت وانت بتحاول تكون مختلف عن الماركت ده بكل ما فيه. بس الحقيقه انه كان وقتها انا يعني مراتي في وقت من الاوقات بقول لها انا بفكر اقدم استقالتي من شغلي. انا ابتديت الحاجتين مع بعض. الميديكال ريب انا كنت شغال كي اكاونت مانجر في الشركه، وكنت ماسك الفرنش سبيكينج افريكان كانتريز، بدلهم اللي هم المدن الافريقيه اللي بتتكلم بالفرنساوي، مسؤول عن التريننج بتاعهم. بس في الوقت دوت انا كنت مش مبسوط. انا حاسس انه ده جميل وده حاجه الناس بتحسني، بس انا مش مبسوط. فقلت لمراتي في وقت بعد ما ابتديت ادرس شويه كده، قلت لها بفكر استقيل. قالت لي يلا بينا. قلت لها مش تعقليني، طب قولي لي استنى، طب على مهلك، طب العيال هناكلهم منين، طب قالت لا يلا بينا، لان هي كانت بتشوف كويس قوي ان انا نازل من بيتنا الصبح مش مبسوط، ولما كنت بنزل علشان اعمل حاجه ليها علاقه بالتدريس كنت مبسوط. وقتها ربنا علمني مبدا مهم جدا في حياتي ويمكن غير في حياتي، انه النجاح لا يعني اطلاقا ان انا في مشيئه الله، لكن الحقيقه انه احنا ناس نعرف ربنا وناس مؤمنين بربنا، فبالتالي كل ما نصنعه ينجح، ولكن ليس بالضروره انه انا لو ناجح اكون في مشيئه الله. ناجح في المكان الغلط بالظبط. لكن الوجود في مشيئه الله يعني حاجتين، التاثير والاستمتاع. فانا اجتهدت ان انا اكون مؤثر في الحته بتاعتي، بس الجزء الثاني اللي انا ادركت فيه ان انا حقيقي جوه مشيئه الله ودايره مشيئه الله، انا كنت مستمتع باللي بعمله. فاكر في مره من المرات كنت قاعد في محاضره، فمدي للشباب عدد قاعد قدامي، فمعايا مايك وبتاع، ومدي لهم مساله بيحلوها مستنيهم، فقاعد دندن في المايك، فبيقول لي ربع روقانك يا دكتور. فقلت لهم ما بقاش رايق ليه وانا غالبا الوحيد في مصر اللي بينزل الصبح شغله وهو مبسوط انه رايح الشغل؟ يعني انا مبسوط ان انا بعمل كده. بس ده بيبقى اكيد في وقت ضغط يعني عليك. طبعا هو ضغط جسدي ونفسي بكل الطرق، ولكن انا مستمتع لان انا حاسس انه انا في مكان صح. يعني هي دي الحته اللي ربنا عايزني اكون مؤثر فيها بالشكل ده. مسؤولية وضغط نفسي وكل حاجه، وبتتعامل مع بقى مئات والاف الطلبه. انا شفت فيديو مرعب بالنسبه لي، موضوع اللي كان في الاستاد ده. ماشي. مش بعرف اقول ايه في الحاجات دي، بس هي نعمه ربنا بتستر في حاجات كده. يعني عايز اقول لك بجد انه حقيقي كل مره ببقى انت ده الطبيعي، لو انت مختلف فانت بالتالي مش على هوا اي حد. وانا بحاول في الماركت ده اكون مختلف، بحاول اكون صوره لربنا حقيقيه، واحاول اوصل محبه للناس بشكل مختلف. قول لي موقف حصل حسيت ان انت شكلك طلعت مؤثر جامد. لا مش بعرف موقف كده، بس رد فعل لحد او حد من الطلبه. حصلت حاجات كتيره، بس اللي انا اكتر وقت فاكره هو وقت لما بيبقى نتيجه الطلبه، فبعمل للشباب حفله بعد ما بنخلص السنه كده احتفل بيهم. ما افتكرش انه في مره ودي حاجه في الاول اتخضيت منها وبعد كده ادركت مدى قيمتها. ما افتكرش انه في مره جالي ولي امر وشكرني علشان علمت ولاده كويس او خليتهم جابوا درجه حلوه في الكيمياء، مع انه ربنا بيباركني في الموضوع ده بدرجه غريبه جدا فوق ما اتخيل. بس كل المرات اللي جالي ولي امر شكرني علشان انا كان دايما يتقال لي الكلمه دي، انت بتربيهم اكتر مننا. لما ولي امر يبقى مبسوط انه ابنه شايفني قدوه، دي حاجه غريبه. يعني دايما الاب عايز ابنه يطلع شبهه، صح. فانه يبقى مبسوط يجي يقول لي انت قدوته او انت قدوه فلانه، طب ده فلانه هتدخل كليه كذا عشان عايزه تبقى شبهها. واثقين فيك بقى كده خلاص، وفي كلمتك وفي رايك. الحته دي بتفرق معايا. يعني انا كوكي مراتي بتقضيها عياط يوم الحفله دي. يا سلام. اللي هو اولياء الامور طول الوقت يروحوا لها يقول لها ربنا يبارك لك، ده جزء. يعني انا بشعر في الوقت ده انه لا، الموضوع ابعد شويه من مجرد رساله علميه، يعني ابعد مش من ان انا مدرس. وببقى طول الوقت حاسس دوت. كنت احكي حتى مع الاخ وفيق واحنا جايين في طريق، بقول له انا ببقى حاسس طول الوقت انه انا مش نازل اشتغل، انا نازل ورايا حاجه اهم بكتير قوي من الشغل رايح اعملها. فاهم؟ عايز يعني الحته برضو يعني واحنا بنختم، عايز تقول لي بما انك معجون مع الشباب
ثانوي ومش واعدادي وجامعه برضه، انت برضه مش مخلي يعني بس من الصليب. قول لي الشباب بيبص ليك ازاي؟ مش ليك كفام، ليك كحد مؤثر وبتخدمهم، بتخدم حياتهم، وشايف ان الشباب 2024 محتاجين ايه اللي محتاجين يشوفوه بجد بقى يعني من حد يبقى مؤثر في حياتهم في الكنيسة الوقت ده؟ مش عارف طبعا بالظبط، بس يعني لأنها بتفرق من واحد للتاني، بس بالنسبة للفهم اللي لو أنا عندك حاسه، مواقف قول لنا يعني اللي أنا حاسه يعني أو اللي سمعته من كذا حد، أكتر حاجة فرق معاهم إزاي إن أنا بتحرك في الخدمة بالشكل ده وأنا لسه بشتغل وشغلانة صعبة مش سهلة. ستريس على طول ذهني، تارجت وكده، بجانب ان انت عندك بيت. انا ما يعني لغايه النهارده انا ما اعرفش بتعمل ازاي، لكن بحس لانك بتعمل الحاجات اللي انت بتحبها فهتعرف تيجي على وقت راحتك والحاجات اللي انت تعملها. اللي انا بحلم بيه او اللي انا احبه واللي انا بحاول بكل الوقت ان انا اقوله كتير، انه ينفع يكون في ناس في البيزنس مؤمنين. ده حلمي. لان احنا في الغالب لما بننزل للبيزنس بنتغير. واصعب حاجه انا شفتها حتى لما تيجي تعامل مش بس المسيحيين المؤمنين في الشركات او في الشغل، يعني عامه الموضوع بيبقى صعب، انت بتتصدم. فكل اللي انا بحلم بيه او اللي انا دايما اقوله، احنا مش عايزين ان احنا نتجه دايما ان احنا نهرب من الشغل وندور على الحاجات تاني، لكن عايزين ننزل ونكون مؤثرين بجد. ينفع تخدم وينفع تكون على منبر وينفع تكون قدوة وانت بتشتغل. احنا في مرات بنحس انه او الكلمة اللي احنا دايما هنسمعها اول ما ننزل اشغالنا، خلي بالك اللي انت كان بيحصل في الكنيسة شيء في الشغل حاجة تاني. الشغل حاجة تاني. احنا كلنا كده، حتى كل اللي بيتفطم عليه كله كده يقول لك اصل انت ده اعمل، انت لو ملتزم حقيقي في حياتك الروحية هتنزل البيزنس هتعرف تبقى ملتزم، لكن لو انت مقضيها يعني مش فجأة هتتحول يعني. مش هتتحول. والحياة الروحية فيها التزام، صح. لكن احنا المشكله ان احنا كنا واخدين على الراحه في الحياه الروحيه، فلما ننزلنا الشغل فبيقول لك لا انسى اللي انت كان بيحصل في تعالى ننزل بقى، تعالى نلتزم بقى. فطبعا طول ما انت دخلت في حته الشغل بقى في الالتزام، فانت هتبيع القديم كله بمبادئه. فتعالى بقى عشان في الاول عشان تلتزم تعالى نعلمك، طب عشان تمسك فلوس تعالى نقول لك تمسك فلوس ازاي، طب تعالى. فانت في النص لو انت مش سابق بتتاكل. لو انت ما عندكش ارضيه هيحطوا لك الارضيه، لو انت ما عندكش مبادئ جربتها وعشتها هيحط هو الهويه بتاعته. فانا دايما في ثانوي وفي جامعه بحب دايما الحاجات او حتى لما يدعوني في خدمه عن الحاجات مثلا اللي تخص الشغل. كنت لسه عندي قريب حاجه بتكلم فيها عن النقله ما بين الجامعه والحياه العمليه. بحبها لأن افتكرت فيها كل خبرات القديمة وكل تصوراتي القديمة، فكنت بالنسبة لي كنت حاسس ان انا مبسوط. فدايما اللي انا بحس انه التحدي بالنسبة للجيل اللي جاي ما تجريش ورا الفلوس على قد ما انت تدور. يعني انا جون من القليلين اللي هو يقول بشتغل حاجة بحبها. فاحنا لو احنا خرجنا جيل مش بس بيجري على الفلوس لكن بيجري على اللي بيحبه، بعد شوية هنشوف تأثير إيجابي. الفلوس هتبقى نتيجة بالظبط، هي الهدف تبقى نتيجة. يعني في ناس في أشغالها بتاخد فلوس بس هي مش ده اللي بتجري وراه. قرب منه ينط في كرشك، هو مش قادر، هو مضغوط جدا صح. بس عشان خاطر هي دي المنفذ الفلوس صح. فعلى الرغم ان هو لو راح لحته، يعني انا فاكر جون برضو كنت مستغرب جدا لما عرفت ان هو هيسيب الشركه القديمه ويروح كلنا استغربنا بصراحه. فطب انت الدنيا مستقره وناجح وارقام لكن النهارده وانا بسمع جون بقول هو طلع من الحته عشان يعمل مش اللي فيه فلوس، عشان يحب التاثير. قعدتكم حلوه. قول لنا حاجه اخيره كده نفسك تسيبها معانا كده. انا قاعد بفكر وانت بتقول، انت كنت بتساله بتقول له ايه اهم حاجه في انه الشخص يبقى مؤثر او كده. مش فاكر صيغه السؤال بالظبط. ايوه اكتر اجابه جايه في بالي في الحته دي هو انه الشخص يكون حقيقي صح. لانه الجيل اللي موجود بقى ذكي جدا ومدرك ايه التمثيليه وايه الحق صح. فكل حاجه بتتمثل ان هي طالعه كويسه تاثيرها هيبقى وقتي وملوش لازمه، لكن الحاجه الحقيقيه بتستمر وبتدوم. وانا اعتقد انه كل واحد محتاج يبقى مؤثر بشكله الخاص. يعني
اكتر الكلمات اللي موجوده في الكتاب فرقت معايا وانا بفكر اعمل اي حاجه في حياتي. كانت الكلمات اللي قالها بولس الرسول: لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لنا. الحقيقه كلمه عمله دي مبهره جدا، انا بحبها قوي. في ترجمه من الترجمات جايبها كده بالظبط، ماستر بيس. يعني تخيل كده انت عندك الموناليزا بتاعت دافنشي وعندك فام بتاع الرب. انت متخيل انت ايه؟ انت احسن حاجه عملها الرب، نحن عمله. يعني الفكره دي محسساني طول الوقت انه لا، انا ليا صبغه خاصه وليا طعم خاص، ومفيش طريقه واحده للتاثير في اللي حواليا. انا كل واحد هيبقى مؤثر بشكل مختلف بس يكون حقيقي و يعني طبعا انا بكلمه حقيقي اعني ان هو صادق، مش حقيقي معناها ان هو بجح كده يعني صادق. بالظبط. عايز اقول حاجه في الاخر كمان بوجهه نظري، مش بس ان يكون حقيقي، ومش بس انه يكون مثابر وعارف بيعمل ايه وكده، لكن كمان يتكل على نعمه ربنا. تكون متكلين على نعمه ربنا. يعني تبقى عارف انك من غيره مش هتعرف ولا تبقى مؤثر بيوم ولا لحظه حتى كويسه، وهتسيب انطباعات سيئه مع اي حد هتشوفها لو انت حاسس انك انت اللي بتعرف تعملها لوحدك. لكن تعالوا نتكل على نعمه ربنا، ان هو اللي بيعرف يطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، ويعرف يخلي ناس تتبارك بينا. هو اللي بيقول كده: أباركك وأجعلك بركة. هو اللي قال كده لإبراهيم. يعني هو اللي بيخلينا بركة، مش احنا اللي بنبقى بركة للناس بقدرتنا. هو اللي بيعرف يطلع السيء اللي فينا لبركة الناس. بس تعالوا يعني زي ما كنا نقول في النص، يعني لو عايز تسيب حاجة تعالوا نقبل المسؤولية. صح. نقبل الدعوة والتكليف من ربنا، ما نتنصلش عنه، ما نهربش منه. يعني بحس انه احنا، يعني لو عايز اقول حاجة في الاخر، يعني عايز اقول انه بحلم انه الاجيال الصغيرة دي ناس تبقى قدوة لينا احنا. امين. من ثانوي ومن جامعة يتحدونا. لان احنا كمان مش بس الكبار. انا في مرات كتيرة قوي قابلت ناس اصغر مني مصلين وبيحبوا الرب وقاعدين. انا في مرات كتيرة قوي يعني ببقى ربنا بيكلمك من خلالهم. فالتأثير محتاجينه متبادل. بالظبط، ومحتاجينه. وعايز اقول لو اتواجد من النماذج دي كتير، الكنيسة هتتغير شكلها، المؤمنين في اشغالهم هيتغير شكلهم، احنا كشباب شكلنا هيتغير، طريقة كلامنا هيتغير، المحتوى بتاع السوشيال ميديا بنسبة كبيرة هيتغير من اللي احنا بنقدمه. فده اكتر حاجة. امين يا اخواتي. أمين. واكتر حاجه لازم تغير العلاقه ما بين المنيويه والقصيطه. مستغرب ان القعده عدت بسلام. الحمد لله. في قنابل ورود بره. احنا قررنا نعمل حاجه فيها قدوه، ان احنا نتعامل بين القصيطه والمنيويه بشكل كلام. انت ما تقنعنيش، مش هتيجي معايا سكه يا جماعه. طيب انا هكمل الخناقه بس بعد ما نفصل. يعني مبسوط خالص من وجودكم وانبسطت بالدردشه دي فعلا. يعني كلام حقيقي وحياتي وحبيبي وكل حاجة. فشكرا لوقتك. شكرا ليك. أهلا.